بتروح تقدر تخلق فلوس. ده اللي حصل. مجلس اداره الزمالك قدر يخلق موارد ماليه رغم ما سمعنا من 7 سنين فاتوا او 6 سنين فاتوا ما كانش فلوس متوفره في النادي، موظفين ما بتقبضش. الحمد لله النهارده كابتن ميدو يقول لك في الشهرين اللاعبين في الفريق الاول حصلوا اللي خدوه 6 شهور و7 شهور فاتوا في شهرين بس قد اللي خدوه 6 7 شهور. والحمد لله انتوا شايفين مفيش لعيب النهارده بيقول لك انا عندي مشكله في المستحقات، بنوفر كل طرق. امبارح موقف صعب جدا انا تعرضت له لم اراه في تاريخ حياتي، ان انا موجود والكابتن سيد متولي معانا من ممثل من اداره النادي والاستاذ محمد الشهاوي المالي. ما بروحش حته غير معايا مسؤول من نادي الزمالك. المره اللي فاتت المستشار احمد جلال جه هو اللي مضى على العقد. كل الصفقات اللي فاتت كل واحد من زملاء مجلس الاداره بيبقى موجود، في ماليات وفي فلوس، مش احمد سليمان اللي بيعلن. مفيش كل حاجه مستشار مرتضى على التليفون اول باول، مفيش حد بيتخذ قرار فردي في النادي عكس ما يتردد. رحنا واتفقنا وفي فلوس موجوده، وهم دفعت الفلوس يوم ما خدوا مننا الشيكات، وكان في شيكات بالتقسيط موجوده. ما كانش في نادي بيقدم عرض ويتحدى ان في حط جنيه في اتحاد الشرطه الرياضي. امبارح رايحين ننفذ الاتفاق، وكان في اتفاق ان هي بعد المباراه افوجئ وانا موجود وبستلم الاستغنى ان ناس موجوده، استاذ محمد عبد الوهاب، استاذ كابتن عبد الصادق، الاستاذ اللواء طارق الدروي مدير النشاط الرياضي، واثنين ضباط سابقين موجودين. و4 ساعات بزعل فعلا ان وضع النادي امبارح الاهلي، انا حزنت الموقف النادي الاهلي امبارح. اللعيبه ماضيه معايا واللعيبه متصوره معانا واخده فلوس معانا وماضي على صلات فلوس النادي، واقنعهم بكده مفيش فايده. المايك قيادات الشرطه فتحت المايك التليفون وتكلم اللعيبه على التليفون مباشره، برضه مفيش اقتناع، مصممين ان اللعيبه دي للنادي الاهلي. انتوا عايزين اهلي ولا زمالك؟ يتفتح المايك يقول لهم زمالك، احنا استخرنا ربنا وزمالك. الرغبه موجوده وكل حاجه موجوده، برضه اصرار غير طبيعي. لا احنا هنزود، احنا هنعلي. امبارح انا عرضي وصل ل 4 مليون، اضطريت ازود جزء من الفلوس. اضطريت ازود فلوس بسبب النادي الاهلي، اقسم بالله عقدي 3.5 بالتقسيط. اضطريت تدخل النادي الاهلي بموافقه المستشار مرتضى امبارح ادفع 4 مليون جنيه كاش. ما تعرفوش اتصرفوا ازاي؟ قال لي النادي الاهلي حط موقف نادي الزمالك. وكان ممكن يجوا قال لي كده. لكن ده موقف كل جنيه طبعا اللعيبه ربنا يكرمها، لكن دي مش الفلوس الحقيقيه للعيبه في الوضع السوق الحالي. بسبب تدخل نادي كبير زي الاهلي اللي احنا اتكلمنا وحاولنا. اسلام رشدي كان عقده 300,000 جنيه، الاتفاق بيني في وجود محمد شيحه والاخ سامي متولي 300,000، تدخل النادي الاهلي اترفع ل 100 مليون جنيه، الولد 300,000 وكان نفسه بس يخش نادي الزمالك. ده الظروف اللي احنا قابلناها الفتره اللي فاتت. وامبارح اصرار غير طبيعي لغايه اما اللعيبه بعتت رسائل على موبايلات لقيادات اتحاد الشرطه الرياضي. في الاخر برضه مصممين، لكن الحمد لله ناس محترمه انا بشكرهم، التزموا بالوعود اللي احنا عملناها. ما فيش حد دفع جنيه غير نادي الزمالك، عشان كده اللعيبه راحت لنادي الزمالك فلوسها راحت لها. الالتزامات الحمد لله موجوده الفتره اللي فاتت. في نهايه كلامي انا بشكر المستشار مرتضى على الدعم اللامحدود حالي، بشكر زمايلي كلهم اعضاء مجلس الاداره، وبكره ان شاء الله لما تنتهي صفقاتنا كلها هتشوفوا ان كل واحد مجلس اداره